لك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن. هي دي التجهيزات ولا بلاش؟ ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب. ده الفيديو اللي كنت منتظراه بقالي فتره ومتحمسه جدا ليه. يلا بينا نبدا مع بعض من غير رغي كتير. نحضر الاول الحاجه اللي هتسهل علينا ان احنا نشتغل في الفيديو من غير ما كل شويه نقعد نجيب ونحط ونشيل ونحط والكلام ده كله. اول حاجه ببدا بكميه البصل اللي انا محتاجاها لكميه الفراخ اللي عندي، وببدأ ان انا اطحنها كده واسهل على نفس الدنيا. في الاول نحضر الحاجات بتاعتنا، الاهم من الشغل ضبط الشغل. حطيت هنا معلقة ملح صغيرة على البصل كده عشان ينزل لي المية، لان انا النهاردة في الوصفات بتاعتي محتاجة مية بصل وبصل كمان مفروم او مبشور. واحتاج كمان كمية من الفلفل المفروم او المتقطع ناعم او المبشور زي ما تحبي والمتوفر عندك اعملي. انا هنا طحنت كميه الفلفل اللي هحتاجها لكل الوصفات اللي معايا. ببدا كده اظبط الحاجات بتاعتي عشان لما اجي ابدا في الوصفه اللي هعملها تكون الدنيا سهله بالنسبه لي. عايزاك انت كمان وانت بتفرزي الفراخ او بتجهزيها تعملي كده بالظبط عشان تسهلي على نفسك الدنيا. انا هنا كان معايا علبه من التتبيلات اللي كنت عملتها في فيديو سابق معاكم، في فيديو التتبيلات او التفريزات البهارات المهمه لرمضان. هاسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ترجعوا ليه. انا هنا خدت ميه البصل اللي كنت مفرزاها على ميه البصل المتبقيه عندي وسبتها تتركن في جنب لحد ما تبرد كده. ومعايا هنا برضو نفس التتبيله اللي كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي قبل كده، تتبيله الفراخ المشويه، وان شاء الله برضو هسيبها لكم على الشاشه تاخدوها سكرين. انا هنا بظبط الحاجات بتاعتي، سبت التتبيله كده لما تفك عشان ان شاء الله لما ابدا اعمل الوصفه تكون جهزت وبردت معايا. فهقطعها كده واركنها على جنب لحد ما تفك معايا. التتبيله دي بجد يا بنات عايزاكم تجربوها. التتبيله دي من ابتكاراتي انا، ولا هي تقليد ولا هي حاجات تقليديه، دي ابتكاراتي ومن واقع تجربتي بنات في المطبخ. توصلت يعني للتتبيله دي بجد طعمها روعه، عايزاكم تجربوها، ريحتها جميله وطعمها اروع. معايا هنا برضو تتبيله الشيش طاووق. انا هنا بدات ان انا اصلا اطلع التفريزات اللي كنت مفرزاها معاكم من التتبيلات قبل كده وبسيبها تفك معايا في الجنب. طبعا انا عارفه انا هعمل ايه في الفيديو، ايه الوصفات اللي انا هعملها من الفراخ، فعشان كده بطلع التتبيلات بتاعتها وبسيبها تفك. طلعت الفراخ المشويه والشاورما، وباذن الله هنعمل معاكم في الفيديو ده شويه افكار حلوه قوي. الفيديو ده دسم، عايزاه يتفجر كده من اللايكات لان بجد تعبت فيه. انا هنا قلت اما ابدا بالسهل عشان احس ان انا انجزت كده في الوقت ما اتاخرتش. فاخدت هنا الجوانح معايا واللي هي الحته بتاعه الكتف بتاع الفرخه. طبعا كنت قطعتهم واخدت شويه من تتبيله الفراخ المشويه اللي انا برضو كنت مجهزاها معاكم في الفيديو اللي قبل كده، وعليهم شويه زيت صغيرين وشويه خل صغيرين. وبدات ان انا هنا افتح الجوانح بتاعتي او الاكتاف بالسكينه كده عشان تتشرب التتبيله بتاعتي، ويتغلغل كده الطعم جواها وتبقى طعمها زي القمر. وابدا كده احط كل واحده في التتبيله واركنها في جنب زي ما انتم شايفين. رجعت تاني زودت شويه من التتبيله عشان الطعم يكون اقوى، يعني لما حسيت ان التتبيله اللي معايا اللي انا حاططها في الاول هتبقى قليله فزودت شويه على حسب الكميه اللي عندي. وعلى طول كده وهوب على طول نحطهم في الاطباق بتاعتنا، وكده خلصنا من اول وصفه. وكده انا حسيت ان انا انجزت. بحب ابدا بالسهل قوي يا بنات عشان احس ان انا كده بنجز في الوقت. خلصت من الجوانح او الاجنحه بالاكتاف وحطيتها في الطبق، وانا كده خلصت اول طبقين في دقيقتين. وطبعا احط التتبيله اللي متبقيه معايا ما نرميهاش لان وقت التسويه هنحتاجها، وباذن الله لما اجي اسوي الاكل ده معاكم ان شاء الله هصوره لكم. وانا هنا معايا برضو كميه من دبابيس الفراخ، خليتها من الجلد لان انا هحتاجها ان هي تكون مخليه. وببدا ان انا كده اعمل فيها فتحات بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الدبابيس دي مش هعملها كلها وصفه واحده، لا انا هقسمها على وصفتين باذن الله معاكم في الفيديو ده، والوصفتين احلى من بعض. لازم ننوع كده ونجدد في الفراخ اللي معانا عشان الواحد ما يملش من الاكل بتاعه. خلاص انا هنا غرستها كلها بالسكينه اهو. بتاكد كده لو في واحده كده فلته ولا كده ولا كده. جبت طبق تاني وهنا حطيت ميه البصل اللي انا كنت حاطه عليها ملح وفلفل اسود قبل كده في الفيديو بتاع التفريزات، وعليها تقريبا برضو شويه خل صغيرين. يا ريت ترجعوا للفيديو بتاع التتبيلات وتحضروا التتبيلات بتاعتكم في الاول قبل ما تبداوا تعملوا الفراخ زي ما انا عملت بالظبط. وهنا جبت الفراخ المتبقيه والدبابيس التانية وحطيت عليها شويه بصل مبشور وفلفل مبشور برضو او مطحون مضروب في الكبه يعني، وعليه شويه بصل.
انا هنا محتاجه في الوصفه دي ميه البصل وتفل البصل، وعليها برضو معلقه كده ولا معلقتين من تتبيله الفراخ المشويه، لان انا الدبابيس دي هعملها مشويه باذن الله كده ايه متغطيه ببطاطس وخضار. مش بحبها بالجلد بصراحه يا بنات، يعني نادرا لما بعمل فراخ بجلدها. طبعا هي لما تتغطى بفويل وتدخل الفرن مش هتنشف ولا اي حاجه. او ممكن كمان ان انا احطها في الكيس الحراري، بصراحه بيبقى حلو قوي في التسويه. وابدا هنا في الفتحات بدخل التتبيله بتاعتي برضو معايا في الدبوس كده، عشان ايه الطعم بتاعه يدخل جوه الفص او اللحمه بتاعه الفرخ. وواحده كده ورا التانية بلاقي نفسي خلصت، وهوب كده تاني وصفه عملتها في طبقين برضو في دقيقه ونص. انا لو يديني فلوس ويقولوا لي روحي اشتري ميادة الفراخ المتقطعه الدبابيس لوحدها والصدور لوحدها والوراك لوحدها، مش هعمل كده ابدا. انا بحب اجيب الفرخه سليمه واقطعها انا كده على ايدي، بحس ان بيبقى فيها بركه والله يا بنات لما انت تقطعيها وتطلعي كل فص او كل فتفوته فيها بايديكي انت. يعني انا ما شاء الله طلعت كميه من الفصوص الصغيره الناعمه دي اللي ممكن اصلا لو انت وديتيها لبتاع الفراخ يعني هتقع منه وهتتهدر، انما انت لما تبقى الفرخه في ايدك كده بتحافظي عليها وتقدري تقسميها بشكل كويس وعلى حسب احتياجك. انا هنا خلاص كنت خلصت كل الدبابيس، وكيس برضو بجيب طبق فل واحط جواه كيس عشان لما اجي اطلع الحاجه من الفريزر الحاجه ما تلزقش في الطبق يا بنات. اهم حاجه الكيس ده والله مهم جدا ان انت تفرشيه كده إيه تحت الاكل بتاعك في الطبق الفل كمان. وخلاص حطيت الدبابيس اللي انا باذن الله هعملها كنتاكي اللي انا متبلاها بالميه بميه البصل دي هتبقى كنتاكي باذن الله. اما الفراخ التانية اللي هي المشويه دي، شوفوا يا بنات والله صوتي رايح من امبارح، تعبت جدا فقلت اقف من العصر تقريبا لما للساعه 10:30 بالليل باعمل في الفيديو ده. يا ريت بقى تقدروا تعبي وتحطوا لي لايك كده جميل، ولو مشتركتش في القناه اشترك، لان باذن الله لسه في جاي سلسله كبيره من التحفيزات اللي هنحتاجها لشهر رمضان وغير رمضان. انا هنا في الطبق ده جبت تتبيله من تتبيله الفراخ المشويه اللي عملتها معاكم في الفيديو اللي قبل كده، وعليها شويه بصل مبشور وفلفل مبشور وشويه زيت صغيرين. وببدأ ان انا اجيب افخاد الفراخ بتاعتي واحشي ما بين الجلد واللحم ما بين الجلد واللحم لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي باذن الله. الفراخ دي برضو هتكون فراخ مشويه كده، او عايزه تحطيها على صينيه بطاطس حطيها، عايزه تطبخيها تبقى مثلا مع كبسه حطيها، يعني اطبخيها بقى بالطريقه اللي مناسبه ليكي. بس انا بالنسبه لي بحب بقى المشوي اكتر، لان بصراحه بيكون صحي يا بنات كده وخفيف على المعده. يعني انا مش بحب الحاجات المحمره قوي، لكن باذن الله انا عملت افكار متنوعه عشان نرضي كل الاذواق، اللي عايز المحمر يلاقي واللي عايز المشوي يلاقي. وابدا هنا برضو اقسمهم في طبقين، طبعا انت بتقسمي على حسب عدد افراد اسرتك او على حسب الكميه اللي انت محتاجاها. وببدا هنا احط برضو شويه من التتبيله كده على الوش، عشان لما اجي اسوي باذن الله هحتاج التتبيله دي احطها بالتتبيله بتاعتها. وكده خلصت الفراخ المشويه او الافخاد المشويه، ومعايا هنا صدر فرخه كامل. انا هنا ببدا اقطعه شرايح رفيعه، وطبعا احنا عارفين دلوقتي احنا هنعمل ايه، دي تقطيعه الشاورما. طبعا كلنا بنعرف نقطعها، بس انا قلت اقطعها معاكم عشان البنات اللي لسه بتدخل المطبخ جديد ومش عارفه تقطعها ازاي. احنا نبدا نقطعها كده شرايح بالطول وتبقى عكس الانسجه. انا هنا خلاص كنت قربت اخلص كل الكميه اللي عندي. طبعا مش هكتفي بالكميه دي، هجيب كميه تانية انا طلعتها يا بنات. والله الكميه اللي في الطبق دي ما بين عظم الفراخ كده واي حته صغيره مثلا وانا بخلي الفرخه مش عاجباني، فبقوم حطها تبقى مع الشاورما. وبعدين هنا تتبيله الشاورما اللي سبتها تفك قبل كده، وبرده كنت عملتها في الفيديو بتاع التتبيلات معاكم قبل كده، ارجعوا ليه يا بنات والله مهم جدا تعملوا. يا ريت تعملوا التتبيلات في يوم وتبداوا تعملوا الفراخ في تاني يوم، بحيث ان انتوا تخففوا على نفسكم كده الشغل والوقت، لان بجد الموضوع متعب جدا، لكن بتتعبي يوم وبترتاحي بقى شهر 2 على حسب كمية التفريزات او الفراخ اللي انت هتعمليها. وهنا ببدأ كده اقلب كل الشاورما معايا واركنها في جنب، واجيب بقى طبعا بصل احمر وفلفل الوان، عايزه اكتفي مثلا بالبصل والفلفل الاخضر بس، لكن المتاح عندي انا حطيته وعملت بيه. ببدأ هنا برضو اقطعه شرايح كده رفيعه، وبرضو اقطع الفلفل الالوان زيه. انا بقى بحب احط التتبيله بتاعه الشاورما كده يكون فيها الفراخ بالبصل بالفلفل وكل حاجه، عشان يبقى الطبق جاهز معايا ان انا على طول اطلعه واسويه. مش هبدا بقى يومها ان انا اقطع تاني فلفل او اقطع بصل تاني، فيبقى كده الوجبه جاهزه معايا يا دوبك احطها كده في العيش بتاع الشاورما او الكريب. وباذن الله برضو هنعمل سلسله من التفريزات اللي جايه، هعمل معاكم الكريب باذن الله والسمبوسه. وباذن الله العجينه بتاعتهم تبقى سهله، ونعملها كده في فيديو ونعينه كده برضو، تبقى الوصفه كده كامله معانا من مجامعها، ادي معانا الشاورما ومعانا الكريب ومعانا كل حاجه.
بس اشتركوا في القناة وحطوا اللايك عشان بإذن الله أول ما انزل أي فيديو يوصل لكم وتشوفوه. وهنا ابدا اقسم الشاورما بتاعتي في اطباق كده زي ما انتم شايفين، وبرده تحت الطبق قصدي فوق الطبق كيس بلاستيك كده من بتاع التلاجة انا فاتحاه وقسماه، وابدا اقسم الفراخ بتاعتي بالبصل وعليها شويه فلفل. طبعا الفلفل لما انا هاجي اسويه باذن الله ياخد من الطعم بتاع التتبيله بتاعه الشاورما، بس انا بحب ان انا انزل الفراخ الاول كده بالبصل تاخد صدمه، واخر حاجه بحطها الفلفل يعني قرب ما يجي يستوي، فعشان كده ما خلطتهمش ببعض. وابدا هنا ان انا اعمل اشكال كده برضو عشان يبقى شكلها حلو كده وتفتح النفس في التصوير، وبرضو تبقى شكلها حلو ليا لما انا اجي اعينها عندي في الفريزر. شويه بصل بشاورما كده باللحمه الشاورما وشويه فلفل الوان. انتي بقى ظبطي الاطباق بتاعتك على حسب برضو بقى عدد الافراد الاسره بتاعتك وعلى حسب احتياجك. ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه ومليانه فراخ، يعني مش محشيه بصل وخلاص، لا مليانه فراخ وحلوه ما شاء الله. ابدا برضه احط شويه فلفل الوان كده زي ما انتم شايفين. لو عجبتكم بقى التفريزات دي يا ريت تحطوا لي لايك لان بجد تعبت، وباذن الله لسه في فيديو كمان تاني لتفريزات الفراخ، افكار جديده وحصريه عندي انا بس يا بنات باذن الله. الفيديو ده فيه افكار حلوه قوي، لسه فيه كمان تفريزات بافكار احلى كمان، بس انا مرضتش احطها كلها في فيديو واحد بصراحه لان مش بحب الفيديوهات الطويله بتبقى ممله جدا، وكمان برضه عشان كده تشجعوني ان انا انزل لكم الفيديو التاني باذن الله. كده خلصت طبق الشاورما الاخير، ونبدا يلا على طول في الوصفه اللي بعدها نشوف ايه هي. شوفوا بقى يا بدأ انا هنا طلعت الفلفل اللي كنت مفرزاه معاكم قبل كده في فيديو التفريزات اللي ب10 جنيه. خدت كده منه حلقات لان انا ساعات بحب الشاورما كده تكون سبايسي، فاخدت شويه وزينت برضو بيهم الاطباق بتاعتي، منها تبقى تزيين للطبق او ديكور كده ليه. وفي نفس الوقت برضو لما هاجي احط الطبخه كده محتاجش ان انا احط شطه بودر، انا بصراحه بحب الشطه اللي هي الفلفل دي تبقى طعمها اقوى واحلى، وكمان بتدي حاجه حلوه قوي للشاورما بتاعتي. هنا معايا صدور فراخ انا فرمتها وحطيت عليها بصل مبشور وفلفل مبشور وبهارات اللي هي جنزبيل وفلفل اسود وشوية ملح وشوية كاري. وهنا حطيت شوية دقيق وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وانا هنا بحط كمية الدقيق كده حبة حبة عشان اشوف هتحتاج معايا قد ايه، وحطيت شوية من الزيت واقلب كل ده مع بعضه، لكن هرجع احط تاني كمية من الدقيق عشان انا شفتها محتاجة دقيق كمان. ودي باذن الله هتبقى معايا وصفتين كده حلوين هنشوفهم دلوقتي هنعملهم ايه. جبت هنا طبق معايا فيه مية بصل ومعلقة صغيرة من الزيت، وببدأ ابل ايدي فيها قبل ما اصبع الكور بتاعتي بتاعت الفراخ دي او الكفتة. بصوا بقى يا بنات انا قلت هعمل الكفتة دي كده مش هعملها بانيه المرة دي، ولا هعملها مشوية، دي انا باذن الله هسويها كده في رز برياني اللي هو الرز بتاع الفراخ. واسويها كده في الرز بتبقى طعمها حلو وروعة، جربوها بجد، يعني من احلى الوصفات اللي هتعملوا بيها الرز البرياني او الفراخ البرياني. لان انت هنا طعمتي الفراخ بتاعتك بالبصل والفلفل والبهارات فبتبقى طعمها حلو قوي. لكن باذن الله هصورها معاكم لما اجي اسويها، وعشان برضو تعرفوا ازاي تسووها. انتي بتحطي الكور دي الاول في نقطة الزيت تشوحيها كده وتاخد صدمة، وبعدها بتنزقي وتبدأي تنزلي بقى بالبهارات بتاعة الرز، وتحطيها في الزيت، وبعدين تنزلي بالميه بتاعه الرز وتسقطي الرز وتسيبيها تستوي على نار هاديه وبس كده. لكن باذن الله برضه لو حابين تشوفوها بالتفصيل او تشوفوها ازاي عملي هصورها لكم في فيديو باذن الله. كده انا خلاص قربت اخلص كميه الكور بتاعه الفراخ اللي هعملها او كفته الفراخ زي ما تحبوا تسموها، وخلصت الطبق الاول، وهاخد الكميه اللي هتبقى وحطيت عليها خضره محشي برضو من اللي كنت مفرزاها معاكم قبل كده، حبه كده معلقه صغيره مثلا او معلقتين، واخلطهم ببعض، ودي باذن الله هصبحها كده معاكم. واعملها مرة تانية، دي بقى عايزة تطبخيها مثلا على صينية بطاطس، على صينية خضار مشكلة، عايزة تشويها شويها براحتك. لكن انا بحب ان انا احطها كده في نقطة زيت صغيرة واشوحها واحط عليها بقى ريحة الفحم كده بتبقى روعة. اعملوها يا بنات بالطريقة دي بإذن الله هتعجبكم ومش هتندموا ابدا ان انتوا جربتوها بالطريقة دي. ببدأ هنا اصبع كده على عصايتين من عصيان الشيش طاووق او الخلة بتاعة الشيش طاووق، كده بجيب 2 مع بعض عشان اعرف اصبع عليهم، وبصبع وبخلي على طول، وطبعا انتوا شايفين ازاي متماسكة وحلوة ما بتفكش مني وزي القمر. وهنا خلاص كنت قربت اخلص الطبق التاني من الكفتة بتاعة الفراخ بتاعتي.
هنا كنت هاحطهم يعني كل الكمية عندي في طبق واحد وبين كل طبقة والتانية كيس، لكن رجعت بعدها بصراحة غيّرت رأيي وقُمت حاطاهم في طبق واسع، قُلت عشان يبانوا في التصوير وعشان برضه إيه، ما تبوظش مني في التفريز، فحطيتهم هنا كده قُلت ياخدوا راحتهم في الطبق ويقعدوا مرحرحين براحتهم. وعلى طول الوصفة اللي بعد كده جبت تتبيلة الشيش طاووق اللي عملتها برضه معاكم في الفيديو اللي قبل كده، أنا هاكتب لكم بإذن الله المقادير أو المكونات بتاعتهم برضه على الشاشة دلوقتي. وبابدأ هنا أنزل بمكعبات من الفراخ، عايزة بقى تعملي الصدور ماشي، عايزة تعملي الوراك ماشي، لكن أنا هنا المرة دي استسهلت وعملت بالصدور لأن بصراحة ما كنتش قادرة خالص إن أنا أقعد أخلي في الوراك، ومعايا هنا برضه فلفل ملون قطعته مكعبات، وبصل برضه قطعته مكعبات، وباخد أول طبقتين 3 من البصل، لكن قلب البصل اللي بيبقى الصغير الناعم ده أنا شيلته في طبق تاني وعلى طول في الفريزر أستخدمه بإذن الله في وصفة تانية. وأبدأ هنا أجيب الخلة بتاعة الشيش طاووق وأحط بقى إيه، بالترتيب كده فلفلاية صفرا، فلفلاية حمرا، بصلة، قطعة فراخ، وهكذا. أنا بصراحة يا بنات باحب أستغل أوي الوصفات اللي بيكون فيها فلفل ملون، وباكتر فلفل شوية لإن أنا باحب طعمه وإحنا هنا في البيت بنحب ناكله جدًا، وباستغل بقى أي وصفة كده يكون داخل فيها فلفل ألوان بصراحة مغذي جدًا، جدًا، وكمان بيبقى طعمه حلو، الفلفل الأحمر ده بيبقى طعمه مسكر كده وجميل والأصفر برضه، فبيبقى بصراحة روعة، جربوا بقى أنتم كده تنوعوا وتدخلوا في الوصفات بتاعتكم فلفل ألوان وحاجات من دي، لإن هي بصراحة بالشكل العام بتكون مفيدة جدًا للجسم، فبنستغل الحاجات اللي شبه كده. وأنا هنا بدأت إن أنا أحط واحدة ورا التانية كده لحد ما أخلّص الطبق بتاعي، وطبعًا باحط في الطبق بتاعي كمية الشيش طاووق اللي أنا هاحتاجها على عدد أفراد أسرتي، وأبدأ هنا أخلّص كده ده الطبق الأولاني الحمد لله خلص معايا أهو، على فكرة أنا بادئة معاكم الفيديو بالحاجات السهلة، اللي لسه في يعني إيه كام وصفة كده في آخر الفيديو محتاجين يعني شوية وقت شوية، هُم مش محتاجين وقت أوي بس مقارنةً بالوصفات دي، فتحسوا إن الوصفات دي أسهل. وهنا كنت خلاص برضه بابدأ أعمل في الطبق التاني وما شاء الله يعني بتعمل كمية حلوة، واعملوا زي ما باقول لكم كده يا بنات الفلفل الألوان عشان تستفادوا بالأكلة بتاعتكم، عايزة بقى تعمليها جنب شوية رز أصفر، جنب شوية مكرونة سباكيتي، عايزة تعمليها جنب شوية جلاش، يعني بُصّي الوصفة بتاعتِك ابدعي فيها زي ما تحبي وزي ما أفراد أسرتِك يحبوا برضه. وهنا بابدأ أحط بس أنا هنا غيّرت الترتيب بتاع الشيش طاووق بتاعي، حطيت بصلاية، فلفلاية حمرا، فلفلاية صفرا، فراخ، بس كان آخر عودين كده معايا كان الفلفل الأصفر خلص، فقُمت قُلت مش مشكلة أحط الأحمر وخلاص بقى. أنا مش باحب أحط فلفل أخضر بصراحة في الشيش طاووق لإن باحس إن طعمه بيبقى ممرّر كده شوية لمّا بيتشوى أو بيستوي يعني مع الفراخ، مش باحب طعمه بصراحة، فباحب الفلفل الأحمر والأصفر أكتر حاجة. وهنا كان آخر عود معايا أو خِلّة من الفراخ، دي ما شاء الله إيه، مليانة فراخ بقى، يا بخت اللي هياكلها. هنا خلاص خلّصت الطبقين أهوّة، وما شاء الله بجد يعني الفيديو حلو وفيه أفكار جميلة بإذن الله تعجبكم. هنا برضه جِبت كمية من الصدور الفراخ وفرمتها كده في الكبة وتبّلتها بملح وفلفل أسود بس، هتشوفوا بقى هنعملها بإذن الله وصفتين أحلى من بعض. عايزاكم تنزلوا تخمنوا في الكومنتات وتشوفوا هنعملها إيه. طبعًا شُفتوا الأكياس المتقطعة المربعات دي، فأكيد عرفتوا إن على طول هنعملها برجر. فأنا هنا عملت معاكم البرجر بغطيان البرطمانات يا بنات مش بمكبس البرجر عشان اللي ما عندهاش تاخد الفكرة دي. أنا بصراحة مش باحب أعمله في العلب بتاعة الجبنة النستون دي، لإن باحس إن هي كبيرة أوي وبتبقى مش بتاخد سُمك معايا، بتبقى كبيرة ورقيقة، لكن أنا باحب البرجراية كده إيه، دسمة وملزلزة. فأنا هنا عملت برجر الشركات والله أحلى من بتاع الشركات وأنضف، جبت الفراخ اللي فرمتها معاكم، وحطيت طبقة كده بالمعلقة زي ما أنتم شايفين في الكيس، وأبدأ أحط معلقة جبنة موتزاريلا أو 2، هي دي مش جبنة موتزاريلا بس، دي جبنة اللي هي الميكس الثلاثي ده يا بنات، اللي هي بتبقى الشيدر والرومي والموتزاريلا. حطيتها كده في النُص وفوقيها برضه معلقة تانية من الفراخ، وأبدأ أكبس البرجراية بتاعتي وكيس من فوق وكيس من تحت، وأقوم حاطاها على طول في الطبق بتاعي. طبعًا لمّا بتيجي تتسوى دي بيبقى طعمها رهيب، أنتِ بقى طبعًا بتحطيها في بيضة بشوية مَيّة وملح وفلفل كده، وتقومي بقى إيه، مسقّطاها في الكريسبي بتاعِك أو في الفيجيتار زي ما تحبّي، لكن أنا باحب أستخدم اللي هو الكريسبي بتاع العطار ده يا بنات بيبقى طعمه حلو وكمان بيبقى زي بتاع الشركات برّه. أنا هنا عملت البرجر بس لكن ما حطيتوش في الكريسبي،
لان انا بحب احطه وقت لما اجي اسويه، لان لما بحط الكريسبي في الفريزر بحس ان بصراحه بيغير طعم، وبيبقى كمان مش بيديك بنفس القرمشه او الكريسبي اللي هو زي ما تعمليه طازه، زي ما تحطي البرجريه في الكريسبي وقتها. فانا بصراحه بحب اعمل كده، مش بحب احط اي حاجه في كريسبي. ومعايا هنا الوصفه التانية، طبعا شفنا اللانشون وشفنا الجبن برضو، الميكس الجبن على طول عرفنا ايه هي. يلا عايزاكم تخمنوا ايه هي. هنا جبت الاسترتش راب كده، وببدأ اقطع منه حتة. المفروض ان انا هنا كنت ابل ايدي مسحة زيت كده صغيرة واحط تحت الفراخ عشان تمشي معايا بكل سهولة وانا بفردها، لكن انا نسيت. لكن باذن الله هرجع اجيب شوية الزيت برضو واعمل زي ما انا كنت يعني عايزة اعملها في الاول. وبحط نقطة الزيت كده على ايدي وبفرد كده بكل سهولة، واكيد عرفنا دلوقتي احنا هنعمل ايه. دي طريقة الكوردون بلو يا بنات. انا بحب اعملها بالفراخ المفرومة، مش بحب اعملها بالصدور والفها، بحس ان هي مش بتكون متساوية معايا لما اجي اعملها بالصدر كده، شريحة البانيه يعني كده احلى، وكمان بتديكي كمية اكبر. وبتبدأي كده تقفليها بنقطة زيت كده على ايدك، وتقفلي كده من الجوانب عشان لما تيجي برضو تسويها الجبنة ما تفكش من الجنب، وبإذن الله مش هتفك. هعملها برضو معاكم وتشوفوها وهي وانا بسويها ازاي. وهنا ببدأ ارول كده الكوردون بلو بتاعي، وبقفل عليه من الجوانب بالاسترتش. لو ما عندكيش استرتش ممكن بكيس تلاجة، بس بصراحة الاسترتش بيخليه محكم اكتر يعني. وابدأ الف كل واحدة بوحدتها كده، واقوم حطها ايه في الطبق جنبي. للاسف كمية الكوردون بلو اللي انا كنت بعملها الموبايل فصل وانا بصور، فما خدتش بالي اصلا غير بعد ما خلصت الطبق كله. هنا برضو ببدأ افرد واحدة تانية نقطة زيت، وبفرد عليها الفراخ واللانشون وشوية الجبنة، وكده كنا خلاص خلصنا. ونيجي بقى لأهم لحظة، ولحظة يا سلام لحظة رص الأطباق اللي احنا عملناها. بتبقى فرحة بجد يا بنات، يعني فرحة كبيرة جدا ان انت خلاص انجزتي وخلصتي. طبعا بيوفر عليكي وقفة ومجهود يعني لمدة شهر قدام. انا ما شاء الله كان معايا 5 فرخات، طلعت منهم 17 وجبة ما شاء الله. يعني الطبق يكفي من 4 ل5 أفراد ما شاء الله. انت بقى تقدري تعملي كده وتوظفي كمية الفراخ اللي عندك على حسب عدد أسرتك. وبإذن الله بإذن الله لو جربتوا الوصفات دي، اتمنى ان انتوا تيجي ترجعوا تاني في الكومنتات وتقولوا لي الوصفات اللي عجبتكم واللي جربتوها، عشان اتشجع ان انا اعمل لكم كل جديد. هنا بقى خلاص انا ببدا ارص كده وبنوع. حبيت بقى ايه ان انا شكل اللي فيه فلفل الوان يتحط مثلا جنب طبق ما فيهوش ملون كده يعني، عشان يبقى شكله حلو في التصوير. ودي اهم لحظة بجد، واحسن لحظة كده لما تحسي خلاص ان انت انجزتي وفرحتي بقى بتعبك ومجهودك. وشوفوا بنات الحاجة جميلة ازاي بجد، وشغل نضيف وزي الفل. الحاجة لما تعمليها على ايدك في البيت من اولها لاخرها كده، بتحسي فعلا ان انت تاكليها كده وانت مطمنة، يعني تاكلي وفي قلبك بطيخة صيف. بصوا بقى الجمال والحلاوه. عايزاكم تعملوا كلكم كده وتتشجعوا كده يا بنات، وتعملوا التفريزات دي، لان بجد يعني بتسهل عليكي الوقفه والحيره بقى كل يوم هناكل ايه، كل يوم هناكل ايه. طبعا انا هنا معايا 17 وجبه، مش هاكلهم كلهم مره واحده. طبعا مره فراخ، مره حاجه تانية كده يعني، مره سمك كده يعني. فانت بقى بتنوعي، وباذن الله لما انت تقطعي الحاجه كده على ايديك هتلاقيها ترمي معاكي كميه كبيره، والحاجه يبقى فيها بركه. ما تنسيش بقى تحط اللايك زي ما طلبت منك كده، عشان تقدري تعبي ومجهودي اللي انا تعبت فيه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بالخير.